الاول، ولكن الاخوه اللي حضرت لهم تبارك الله مداخلات ممتازه. وكنتمنى من الاستاذ باسفور يعني يدير واحد البادره اللي يجمعوا فيها هاد المداخلات ديال الساده الاساتذه اللي تقدموا بهاد المداخلات، زعما نقدموا كمداخلات علميه بالشروط العلميه، ونصدروا واحد الكتاب في هاد المداخلات ديال الاخوان. كيف كنشوف هنا يعني المداخلات كلهم المراه وصنع القرار، تطور المراه المغربيه في الحقل السياسي، المراه والتمكين السياسي، المراه المقاوله، يعني تنوع في المواضيع المتعلقه بالمراه. احنا صراحه كنعرفوا بان المراه عندها واحد الدور مهم في المجتمع المغربي، وكنعرفوا بان الدستور عطى مجموعه من حقوق للمراه، والمراه دابا ماشي هي المراه شحال هادي، المراه ولات عندها حقوق، ولات يعني كتقوم بمجموعه من الادوار وتتساهم بشكل كبير في التنميه. يعني ما نقدروش نتكلموا على المراه ونبخسوا من الدور ديالها. المراه فالمكان اللي اصبحت عند المراه ماشي بحال شحال هادي. داكشي علاش انا اليوم صراحه بغيت نتكلم على واحد الموضوع اللي هو المشاركه المواطن للرجل والمراه، لان الرجل والمراه هما اساس المجتمع. ما يمكنش نتكلموا على الرجل بوحدو، ما يمكنش نتكلموا على المراه بوحدها، بجوجهم كيساهموا في التنميه داخل المجتمع. غير في اطار فاش كنتكلموا على المشاركه المواطنه، انا الصباح كنت مع الطلبه طرحت عليهم واحد السؤال، قلت لهم كان عندنا درس ديال السياسات العموميه، طرحت عليهم واحد السؤال قلت لهم شكون فيكم اللي عمرو سمع بالعريضه؟ لونفي كامل حتى شي واحد ما عمرو سمع بالعريضه، ما كيعرفوش شنو هي العريضه، لدرجه بدا قالت لي واش العريضه كتقدم المحكمه. يعني المشكل اللي كيف قالت الاستاذه راه ماشي في الدستور. الدستور كاين الا دخلنا غير الدستور، القوانين التنظيميه ديال الجماعه الترابيه يعني راه فيه ما يكفي باش انا نعرفوا شنو هي العريضه كيفاش كنقدموا العريضه، رغم انه كاين اجحاف شيئا ما في الشروط باش انا نقدموا هذه العريضه او رئيس استشاري او ملتمس تشريع. فالمهم حنا كمواطنين خاصنا نبادروا. المشكل اللي كاين فينا حنا كمغاربه هو اننا ما كنبادروش، هذا هو الاشكال اللي كاين. راه ماشي المشكل عندنا في النص القانوني. النص القانوني موجود، الدستور فيه ما يكفي، وكنعرفوا بان المغرب الديمقراطيه التشاركيه. امتى ولينا كنتكلموا على الديمقراطيه التشاركيه؟ 2011 دستور 2011 اول دستور في المغرب كيتكلم على الديمقراطيه التشاركيه. كنعرفوا بان الديمقراطيه التشاركيه فين ظهرت اول مره؟ ظهرت في الولايات المتحده الامريكيه في الخمسينات. يعني راه الولايات المتحده راه سبقنا بواحد 60 عام. فرنسا ظهرت فيها الديمقراطيه التشاركيه، اشراك المواطنين في صنع القرار في الثمانينات. المغرب حنا كنتكلموا على الديمقراطيه التشاركيه 2011 او مشاركه المواطنين في صناعه القرار العمومي 2011. هادشي علاش غادي نشوفوا واحد التقرير كيتكلم اللي صدراتو المديريه العامه الجماعه الترابيه. غادي نتطرق له في هذا العرض هذا وغنشوفوا يعني كيفاش هذا التقرير كان دار في 2019 وتكلم على عدد العرائض اللي كيتقدموا بها المواطنون والجمعيات. وبطبيعه الحال الجمعيات هي اكثر من يقدم العرائض للجماعات الترابيه. فاش كنتكلموا على يعني شكون كيصنع، شكون هما الفاعلون اللي كيصنعوا لنا السياسات العموميه. فاش كنتكلموا على السياسات العموميه، العرائض آلية من آليات صناعه السياسات العموميه. فانا كمواطن فاش كنمشي كنتقدم بواحد العريضه لواحد الجماعه، سواء الجماعه الترابيه في الجماعه او لا في العمل في الاقاليم او لا تقدم للجهه، فانا كنساهم بشكل من الاشكال في صناعه يعني السياسات العموميه. عندنا فاعلون رسميون وفاعلون غير رسميون في صناعه السياسات العموميه. عندنا الفاعلون الرسميون شكون هما السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. بطبيعه الحال السلطه التشريعيه من خلال القوانين التي يتم يعني اصدارها في البرلمان، السلطه التنفيذيه من خلال التنفيذ يعني هذه القوانين والسياسات، والسلطه القضائيه من خلال القرارات التي يتم اصدارها من طرف السلطه القضائيه. عندنا في الجانب الاخر يعني الفاعلون غير رسميون. شكون هما الفاعلون غير رسميون؟ هنا كنتكلموا على المجتمع المدني، مجموعه المصالح اللي هي النقابات، الجمعيات، المواطنون،
يعني هادو هما الفاعلون غير رسميون. المواطنون بطبيعه الحال خلال هذه الاليات اللي تكلمنا عليهم وتكلموا عليها الاخوان اللي هي العرائض، الراي الاستشاري، ملتمس التشريع، الجمعيات كذلك نفس الشيء، وكذلك يعني مجموعه المصالح اللي هي النقابات وكذلك. فهادو كيتعتبروا الفاعلون غير رسميون في صناعه السياسات العموميه. والدستور 2011 عطى هذه الامكانيه للمواطن باش انه يساهم في صناعه السياسات العموميه. اذا حنا كمواطنين عندنا الحق في صناعه، خاصنا غير نبادروا. حنا ما كنبادروش فاش غنطرقوا الارقام ديال العدد ديال المواطنين اللي كيتقدموا، عدد العرائض اللي تقدموا، فهذاك الشيء يعني قليل بطبيعه الحال. لان هاد الاليات ديال الديمقراطيه التشاركيه اول مره كيتحدث على دستور 2011، وفي 2015 تم التحدث عنها في القوانين التنظيميه للجماعات الترابيه، يعني طريقه الشروط لتقديم هذه العرائض. لكن ما نهضروش عاوتاني سلبيا نقول بان كل شيء ماشي هو هذاك، هو صدق راه تجربه جديده في المغرب. ولكن يعني كنتمناو انه المواطنين يتحفزوا، وانتم بطبيعه الحال هذا الشيء راه من خلالكم، انتم اللي حاضرين هذا اللقاء هذا، والمركز يعني مشكور على هذه اللقاءات اللي كينظمها، لاننا محتاجين صراحه التوعيه بالاهميه ديال المواطن في صناعه السياسات العموميه. علاش حنا اصلا كنديروا هذه السياسات العموميه؟ علاش؟ من اجل تحقيق التنميه. راه في الاخير راه المصلحه ديال المواطن هي الهدف منها، من هذا الشيء كامل حنا كنتكلموا عليه، من السياسات العامه والسياسات العموميه. راه الهدف منها هو اننا هذا المواطن هذا يعيش واحد الحياه من الرفاه. فانا كمواطن خاصني نخرج للسيكتور الحي ديالي، خاصني ما نلقاش الطريق محفره، خاصني ما نلقاش ايديا واحد المطرح ديال النفايات، خاص يكون عندي المياه، تكون عندي مياه صالحه للشرب. هذا علاش اصلا حنا كنديروا هذه السياسات العموميه. كيفاش يكون المعني الاول بهذه المساهمه في صناعه السياسات العموميه؟ شكون؟ حنا كمواطنين وكمجتمع مدني. داكشي علاش انا اي واحد هنا عنده جمعيه او لا ناشط في جمعيه، وعيوا الناس اللي معكم بالاهميه ديال هذه المساله هذه. انا عندي واحد المشكل في الحياه ديالي، راه عندي الحق، عطاني الدستور الحق اني نقدم عريضه، ورغم يعني سواء تقبلات هذا التقرير تقريبا فيه نص ديال العرائض اللي كتقدم كيتم الرفض ديالها. علاش؟ اللي مشكل في الشكل، اغلبيه العرائض تيكون فيها مشكل في الشكل او عدم احترام الشروط ديال تقديم هذه العرائض هذا علاش انا غنحاول نقدم لكم في هذا العرض هذا. يعني فاش كنهضروا على المشاركه المواطنه، فالمشاركه المواطنه هي هذه. المشاركه المواطنه هي انا كمواطن خاصني اول حاجه نهتم اول حاجه نديرها هو انني نفكر في المصلحه الفضلى ديالي وديال الغير. ماشي نهضر غير على مصلحتي انا، راه حنا عايشين في هذا المجتمع كلنا عايشين بشكل جماعي، الطبيعه البشريه كنعيشوا بشكل جماعي. كيف ما نبقاش نقول انا وما بعد الطوفان او لا، نفكر في المصلحه العامه. الناس الدول المتقدمه لو وصلت عندهم درجه كيصوروا المشكل اللي عندهم، كيصيفطوا الجماعه الترابيه كيجيو كيقول لهم المشكل سور بلاص. هنايا راه كدير عريضه، عندك حفره في واحد البلاصه، راه كتبقى تما شحال وانت كطالب هي سير غير هادشي هذا راه كيخلي المواطن انه صافي كيفقد الامل، كيقول هادشي ما كاينين جماعات يعني مسؤولين اللي كياخذوا المساله بعين الاعتبار، وكاين مسؤولين اللي ما مسوقينش، هو صافي. ولكن انا كمواطن خاصني نطالب بالحقوق ديالي اللي كيخولها ليا الدستور باش انني نساهم في تنميه هذه البلاد هذه. كيف كتعرفوا في الدستور فيعني باش ما نطولش، الدستور 2011 كيف قلت هو الدستور اللي تكلم على الديمقراطيه التشاركيه. عندنا الفصل 12 اللي تكلم على الجمعيات، يعني تساهم جمعيات المهتمه بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكوميه في اطار الديمقراطيه التشاركيه في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبه والسلطات العموميه. كذلك الفصل 14 يعني هنا كنتكلموا على الدستور، عندنا بزاف ديال الفصول اللي كيتكلموا على حق المواطنين والمواطنات وجمعيات في تقديم العرائض وفي المساهمه في يعني في اطار الديمقراطيه التشاركيه. كذلك الفصل 14 ينص على حق المواطنين والمواطنات ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. الفصل 15 كذلك المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض الى السلطات العموميه. الفصل 136 كذلك كيتكلم على ان على المجالس الجماعات الترابيه ان تضع اليات تشاركيه للحوار والتشاور لتيسير مساهمه المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنميه وتتبعها. هذه الفصول كلهم مدغي في الدستور باسمى وثيقه في الدوله، راه فيها واحد تقريبا 8 ديال الفصول اللي كيتكلموا على هذه المساله ديال الديمقراطيه التشاركيه.
اذا انا كمواطن عندي الحق انني نمشي نتقدم بسميتو ديالي. بالنسبه للمحور الثاني فيه المشاركه المواطن في القوانين التنظيميه المتعلقه بالجماعات الترابيه. تضمنت القوانين التنظيميه للجماعات الترابيه عده مقتضيات تتعلق باعمال اليه الديمقراطيه التشاركيه على المستويات المحليه الثلاث اللي هي الجماعات. فالقوانين التنظيميه الثلاث تحث الجماعات الترابيه على وضع اليات تشاركيه للحوار والتشاور لتيسير مساهمه المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد وتتبع وتقييم السياسات العموميه. نص القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات على احداث لدى مجلس الجهه 3 هيئات استشاريه، وهي هيئه استشاريه بشراكه مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسه القضايا الجهويه المتعلقه بتفعيل مبادئ المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع. يعني تكلموا هنا على المراه. هيئه استشاريه كذلك تختص بدراسه القضايا المتعلقه باهتمامات الشباب. هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. أما بخصوص العمالة والأقاليم والجماعات نجد القانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالة والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات ينصان على إحداث المجالس المنتخبة لهيئات استشارية بشراكة يعني فعالية المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. هنا غنتكلموا نحاول نعطيكم يعني اهم الفصول اللي كتكلم في الدستور على الديمقراطيه التشاركيه وعلى القوانين التنظيميه الثلاث المتعلقه بالجماعات الترابيه. الان غننتقلوا للاليات المشاركه. ما هي اللي ذكرناها هي العرائض. العرائض شنو هي العريضه؟ هي كل محرر طالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعه الترابيه بادراج نقطه تدخل في صلاحيته ضمن جدول أعماله كوسيلة من وسائل المشاركة والمراقبة والتتبع للشأن العام الوطني والمحلي. كنتمنى ما نكونش كنزرب. منح الدستور المغربي سنة 2011 في الفصل 15 والفصل 139 حق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني اللي ذكرناه في تقديم عرائض مجلس الجماعات الترابيه بهدف مطالبه المجلس بادراج نقطه تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله. بالنسبه لمجلس الجهه هنا يعني بغيت نشير للشروط الاساسيه باش انا تعرفوا على الشروط. الشروط اللي خاصنا نحترموها باش نقدموا عريضه لمجلس الجهه. خاص اولا ان يكون هذا الشخص اللي خاصو يتقدم بهذه العريضه على مستوى الجهه خاصو يكون من ساكن الجهه المعنيه، وان يمارس بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهنيا، اي انني خاصو نكون ساكنه في الجهه، ان يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابيه العامه، ان تكون لهم مصلحه مباشره ومشتركه في تقديم عريضه، ان لا يقل عدد الموقعين منهم على 600 ناخب بالجهه موزعين بحسب مقرات اقامتهم الفعليه على العمالات. بالنسبه للمجتمع يعني العرائض او شروط تقديم عرائض من قبل الجمعيات، ان تكون الجمعيه معترفا بها ومؤسسه بالمغرب، ان تكون في وضعيه سليمه ازاء القوانين والانظمه الجاريه بها العمل، ان يكون مقرها او احد فروعها واقعا باعتراف الجهه، ان يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضه. كيجاوبكم هاد الشروط هادو واش هادو شروط تعجيزيه؟ ماشي شروط تعجيزيه. راه المشكل اللي كاين هو اننا ما كنعرفوش القانون شنو كيقول، اما هادو حاجه عاديه ان نكون انا ساكن في الجهه، يعني انا فاش غنقدم هذه العريضه راه خاصها تكون كتخدم مصلحتي. ما يمكنش انا ساكنه في جهه بني ملال وغنقدم عريضه شنو المصلحه اللي عندي؟ راه خاص تكون عندي مصلحه. اولا خاصني نكون مسجل في اللوائح الانتخابيه، انا كمواطن واجب عليا انني نشارك سياسيا. علاش ما غنشاركش؟ علاش ما غنسجلش في اللوائح الانتخابيه؟ واش انا بغيت نصنع التغيير بالمقاطعه؟ ما غاديش تصنع التغيير، غادي تسمح لواحد اخر غادي يطلع اللي غيدير ما بغا. ان تكون لهم مصلحه مباشره ومشتركه في تقديم عريضه، وان لا يقل عدد الموقعين منهم عن 600 ناخب بالجهه.